مش بسيطة صف أول. أنت تعرف صف أول هذا ما يمثل له أي أحد، ما يمثل له لله سبحانه وتعالى، ما يمثل له. ما أحلى من متي كيف على كراي، يعني متي صف أول بقول متي كيف على. أنا أستغرب والله ده حالي. ولا دخل يدي شيء صح سهلة. ما ترى يمكن تاني حق حاله. شيء جميل. وأحلى حاجة يوم يجيهم أنا قريهم مو ببطاقة ويقول سلم بيشان بيهم إذا لا يقرأ هيا قرينا جمال. وعلى باقي حاجة صف أول هذا ما حد ما جاهل طلع قال يا أستاذ أخليك تضحك ما هو طلع لا فوق هذا دي قعدت لي حصل لي قال لي قمض وأنا قمضت ما قلت له مشخلة فوق قلت ايش هذا؟ قال هو مطار. ليش جميلة الطفلة أنا أحب الأطفال أحب الأطفال حتى أجمل شيء الأطفال من السنة صف أول ثاني بس أدرس أنا صف أول وهذا يتولي لي معلومات عن البيت إنه يتولي لي أسرار البيت يقول أبي ألم له بجمي قلت لي هاي كانت تلهف تقول اللحمة ما تيلا نيش والله إنه يتولي لي أسرار بعض هكذا صف أول بعض أحب بس الشم بيجي سبحان الله العظيم صح والشم هذا تعين لا الشم ساعة الحوايج حق المسيجية دخل اصفر احمر اخضر تعينها كذا ولا حسن يضبطهم. بعدها ممنوع اللبج ممنوع الضرب لصف اول ممنوع اللبج ممنوع ضروري من الضحك كذا والله انا افعلها كذا يفعل لي غاية ها اضحك يوم اضحكهم افعلهم اي وشو هكذا ما يشوش بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة ما في داري ما يشوف داري هذا خبر هو شو كلام بطيء باللغة العربية فصيح بدأ يقول هذا يسرق يحرقها الله وذا ونفعلوا ما واحد قال والله أنا كذاب لا معناه بيقول أنا كذاب لا جميل يعجبني في الصف الأول هذا إنه سيرة بس إني متعب قوي صف أول عادي بيحسب لا شيء عيد جاه العيد ب10 أيام ما يحسبش سبت حتى الدرجة يحسب بإيش بليتي باقي العيد هذا ولا أرقد واقوم وارقد باقي 10 قدات لما شيء جميل ويعجبني الجيال وخاصة الأطفال الحضانة اتخذت أنا حضانة أجي كان يجي أمهاتي يجينا عشان كان في عندنا مصريات سوريات ودرس الله صنعاء وكذا ما أحلاهم ما عينهم هكذا سواء السوري والمصري بأدب بمياه مش أناني متواضع الطفل المصري ما يعجب حق ولا حد قال لي يا أسامة يفعل أمي تقول اللهم صل على النبي ما حكينا أنانيين اليمنيين أنانيين طعنا الطفل يمي عجاب متكبر تقول لهم أبي لا تخابروا بعجاب يتفتت ويعجب في ذات أناني قال لهم يا بس ايش الكبر هذا دي بالرجال هذا شيء حتى الطفل اليمني عندما يولد ما يوصلش يعين ناطالة ولا شيء ما يعلى لا صدر امه يجيب الذهب تجيه وهو جاوع ها ولا يفعل بده ولا سمعت حتى المرأة اليمنية انا ابسط المصريات تلاعب الجاهل ولا سوريا اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي يا بقول لك يا سكارة ما حكينا مكنات ابي لا باجون ونبتلك ونبتل خراك ونبتل ايش الخبر هذا؟ مانيش هذا الخبر قلنا اللهم صل على النبي يبي يقول كل شيطان الولد كان يقول لنا هكذا المصريات يقول اللهم صل على النبي ايش السكارة بقول لك اقول الله ما حكينا ابي في البجوم ونبتل خراك ونبتل شواخك ونبتل ايش الخبر هذا؟ عندما صرت المستشفى الهولندي يوم اعترفوا الله يعطيكم بسكينة هنا تقدرني هنا وصرت أركعها في المستشفى الهولندي عاد كان الهنديين والهنديات إنها رعاهم الله هذاك الأول لماذا حينما والله دخلت لعنده قلت دخلت لعنده بتقول أنا قصني يمني يقول يا مرة الله يحفظك يا دكتورة ما يفلت بيها ريكي جعبر اللي كذي كانت تعمل زي إهداء قلت أريه طعناه ما قالت لي أريه قلت طعناه ما عليك ولا خيطيه وبعدها يقرع من قرناه وهي البنات بتركع وانا بتقول زيدت الهندية بتركع لها بتعب وانا اقول اوجعتيني ماريك جاني وفي الباقة داري ركعي سوا ماريك تعبتيني تلا انا ضعيف
نهي ويقدقدوا علي ريقدي قلت نهي عيب عليش استحي على عرضه هي كلمة هي الله يديكم وهذا اللي حصل لي يعطيكم العافية في عيد حرفة بيت أقول بكم هذا الأضلاع قالوا هذا الطريق صعب طريق يدفع عليه غدا من أخطط قالوا هذا ب40,000 فيها قال هذا محق صنعاء قلت ها سوا محق صنعاء قلت لو ما بدي أسمع حكى هلا قال كيف كنت بدي عيني يفعل من حكى هذا الطريق حق صنعاء وحكى اسمه هذا حق تعز الله محل الطريق حق تعز بغا وحكى الله طلع حق يريم يجي من اختطاط ما حكنا حق زمان يشك من رجله وعين رجله وحكى هذه بلاد الاتلاف بلاد الحداث باعوا والمسدس فوقه ويخرج البعر بعابر باعوا حق صنعاء ضياك اوه ما احلى يا اخي حق صنعاء كيك الله وتيت على كاك ويوتيك على كيك وتيت على كاك الله والدجاجة حق تعز ما حبش معاهن مزقر مع الملح حتى الماء بس خلاق يزعل على هذا حق تعز وحق يا ريت تعال نمسكم ما عاد كلن اذا واحد ينشي تشراي والفاين انا هذا حكي دمار هذا حكي دمار يا ما هو يربى زمان لقد بطلت الدجاجة عنده هاي لقد بطلت الدجاجة يخرج التيك يسمع بها والجبهة وجيت الدجاج حق الحارة كلها ولا شبه على صب بيضاء على صب بيضاء وعلى السياحة دي كلها ها سمعت وش عندنا بدأ بسنة كذا وعدد الدجاج حق الريف ما ساعدتك على غدا والمسدس هنا كوك 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 جيت تفعل كوك 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 وتفعل كوك كوك ساعة والله ما تطيلك البيضة ويجعل على المسدس كوكو كوك 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 ساعة ملالي ولا ليش ولا البضاط أنا مرة أكبر في صنعاء بعدها خرجوا الجنازة بعد الشهادة كل واحدة خرجت من الطاقة يا أحمد ويا مالي ما لكم ما كمبرتوا عندنا كل واحد يقول لمرته بس يا هنا كدي شايبة ويقول لها يا هنا كدي شايبة ويقول لها يا لامي بس يا لامي ولا عين مالي لامي كدي كبرة بعلا وتقول محمد يا مالي ما لكم ما كمبرتوا عندنا لا لطيف نال صنعاء والله في صنعاء عين كدي كبرة وهذا يسميها لامي يا لامي ايش الحدا والمذكر عادي معاهم قلبه لكن المحلى بكان يا عكي عكي قد عاجلوا عليك الملائكة ايش الادب وحكى اسمه انا جيت حق زمان وحق تعز السم في زواوي يا ربي لقد موت لقد يعرف والما يتجاوب يا ربي يا ربي يا عبد علي لقد موت الباري لقد يعرف لا زيقي ولا ميقي يا ربي وهذا حكى اسمه وحد في يريم حالي لو تعالى يبكوا يخرجوا رجال ونسون يبكين يفعلوا هكذا سأل هندل حق البومبا ما يقول الله يمي شتوا بالزعل البومبا البوكا حق دمر ما هي صدق ياش صدق بالله لما شو زعل انهم يهربوا الجن لا يهربوا الجن والله يهربوا الجن البكاء حق دمار معترف به عالميا المرأة لم تبكي في بيتها عربي عادي مفهومة لكن لم تبكي بيت الموت هاني كيف الموت يم تبكي يا نيمة يا بلد ولا حتى كذا ولا حتى تجي تكتب ولا يا مات يا ما شاء وبعدين يتراجع عن النسوان
كل واحد يطلع له جوابين، انا ماشي قلت لك يطلع له زمانك جواب، ولا يطلع له دوار ولا حتى رجال. اي شو هذا؟ في مصر احنا وصلنا في فندق كبير حوالي 40 طابق، بس كان الزنبيل يطلع الزنابيل فعلا. قلت ايش اللي بيطلع من باب الطاقه حكي؟ عيب. جيت وين زنابيل؟ فراوله لحم، وانا كنت اسقم زنبيل، وعندهم عايبه تسقم زنبيل، تسقم زنبيل يندشوا ابوه. ما هم العماره كلها طابق 40. يا كلب يا لمه، بقول لك الله سيبه، بقول لك سيبه الزنبيل ياض، وانا افعل خير 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 ها، وانا اسمع لك بالرجم، وانا زاقم بيدك الفراوله ياض ما تختشي يا وهذاك الجوجة يا لمه يا كلب، وانا اقول فتوبك على رجلي وامشي على جنبي حطعانك. ما هو قلبك اتيت العباره هذه قلت كذا ما بيطلع زنبيل واسقمها، بعدها كانوا ينزلوا لنا نازل يشتكوا بني المصريه مرضي بيسقم الزنابيل، وانا شويه وبطلع عن زنابيل بتغشم ها، واسمع لك مسب يسبوني يا كلب يا لمه، بقول لك وعندهم عيبه تسقم الزنبيل وانا اسقم ها، وانا بتقول لي يا بقول لك الله سيب الزنبيل يا، وانا اقول مش هسيب ان شاء الله. مام يقول لي يا واد انت منين؟ قلت ليبي. قال ليبي؟ قلت من اليمن. من الحوضه. واحد يقول لي يا كلب، قلت فتوبش على رجلي. ومش على جنبي اقول حطعنش. ماناش بسيط. والله بعدها عارف كانت وهكذا. كنت اخليهم يفتح البلكونه واجي ابعد وافتحها واجيهم بالصبح وانا سمسمهم صباح الخير، ونقول صباح النور اسمك ايه؟ وانا اقول اسمي احمد سيلان. اسمك احمد سيلان؟ قلت كانت من اي منطقه؟ قلت من اليمن. من اي حته؟ قلت من الحوضه. قالت الله يقوم اجدع الناس. وهذيك تقول اسمك ايه؟ هذه تجي الصبح في البلكونه وانا اقول اسمي احمد سيلان من اي منطقه؟ قلت من اليمن. من اي حته؟ قلت من الحوضه. قالت اجدع الناس. امها تجي الام اسمك ايه؟ قلت ايه اسمي يا طنطا، اسمي احمد سيلان. كانت من اي منطقه؟ قلت من اليمن. كانت من اي حته؟ كنت من جحر الحمير التاخري. كانت اجدع الناس. ومره صرت حج مع البعثه. بعدها وانا معي اسمها ذا اسمها معي الحجاج والله. بعدها لقيت علي عنبه، قال واحد لي على عنبه وانا وصلت لميته وما يعرفني. قال شنو بيطوف على الحرم؟ قال اسم من انت؟ صوت هذا من انت؟ قلت ما تعرفنيش. انا اعرفك انت علي عنبه. قال ايوه. كيف عرفتني؟ قلت عرفتك يوم بتطوف على الكعبه وسمعت صوتك يوم تفعل لبيك لبيك والحجة حلوة ومساكن بدانه. كانوا كل محافظات لها زامل. أتيت صنعاء وقطعز كلهم متوا زامل لبيت الذهب مشاعر ناس طيبين. واحنا محافظ ضمر متوا زامل ولا شيء. قالوا شو زامل؟ متوش محافظ ضمر ما يصيروا ما بيني وبينك ما دعوا لاهل المدينه، واحنا ما احناش حافظين. معي البندق الصغيره تيجي قلت للرجال انتم حافظين؟ قالوا الرجال حق المناسك. كنت حافظ حق كوب اللبن. اتينا زامل مع كوب اللبن معك صف اول ما شو دارين الكباين ولحنا على هذيك الساعه على كوب اللبن حلوه الحسني على في فيه السمحني. وبصرونا يا اخي على مصطفين هم كانوا يضربوا بوم بالمحترات كاسوهم من هناك كان عصال. هذا كنا على كوب اللبن حلوه الحسني على في السمني. ما بشي القبائل ما العزق. شعر هذا التوشان كان يقول التوشان اي شو كوبا اللبن وشي كذا. قالوا هذه كوبا وقعت الاسلام في كوبا وكوبا اللبن في المغرب.
معناك وعليلة وعند قالة ها كم قلت عنا منتهي المناقع بعام الجديد إن شاء الله يدخل علينا عام 2019 يدخل علينا بالخير وانت تبصروا والله انه يقع خير لا داعي الا الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الدليل على البعد عن الله، والبعد عن الله انتهى هذا الأزمة عن البعد عن الله والكبر. الكبر الفساد كلها من الكبر. وايش واخر شيء اقول لكم ان شاء الله الهوارة الهوارة والله راح تصلح لو حد يتصلح بالقناعة حرام ما يقع على نفسي. اهم مش القناعة. وش هو القناعة؟ العافية. اذا ثلاثة دي بجمع البعد عن الله والكبر والهوارة. وهذا ليه من الناس ضانكي ما بحد يضحك والله ما بحد يضحك ادخل نضحك ما ايش فينا يا رجال. هذا كل واحد بالعشية والمرأة هناك والرجال هناك كل واحد ايش واحد في الفيسبوك واحد زي كما احنا بنتخذك قال ايش بك قال وليش ايش كم في الليل كم كان الاولين يجلس الاب والام وعياله وكل واحد وسمايات هذه تي سمايه هذه تي سمايه هذه وهذا بالفيسبوك عيال وحتى الجهال يخرج من بطن امه لو فعلي ايش الكلام هذا؟ اليمني انانيين ما يقولش المرأة انا احب ما يقولهاش والله المرأة تقول انا احب ما يقولش بس بعض الناس يضطر يقول هكذا. مثلا ايش واحد قال المرأة انا احبش هذا لا تتصل امها على طول ما كذا لنا هذا العمر قال انا احبش كاتها ولا امش تقول لها وبين ذهبش ايش اللي ذهبش ها لا قد قال انا احبش يقول المرأة انا احبش قديش يكره عليها الذهب ولا ها ولا بيصير بصيرة ولا كذا ولا واجب ولا قالت ولا بيصير عليها العوادة ولا قالت انا احبك ومخدر يا مني ما اعترف بالخبر هذا قالت انا احبك على مان انا احبك لا كذا احنا في 30 سنه قالت انا احبك وعيالك وتو قد كانت على الضرب ها تعينا وقد كان عايز ولا يصير هذا ولا يصير تصل ما تقول المرأة والله ما تقول لي انا احبك لو شيء ثاني اشبه هذا المرأة اليمنية ما تقول له ويشو ان قال لا احبك معها غرض. اي الغرض؟ يا اما معها عرس يا اما معها حتى لبسته يا اما حتى لها صلاة مدريجو يا اما تسافر معها سافر مع امها ولا والله النسوان هكذا قد ما يسيت على حاجه قد يدفع الرجل وتمسح ها وانا هي الله على الله سمعت ولا يصدقش انا بصدقك في مصر والله يوم تدخل لنا عندها في مصر يوم تدخل ازواجنا يا اسامه يا ود يا اسامه يا حبيبي ويفعل صباح الخير قال صباح النور كيف انت يا حبيبي قال الله يخليك ويفعل عيال يا رامي يا عقيل يا مدريش وحقنا اليمنيات يدخلن دخلها ها قوم شرك قوم لا دخلنا تبني في والرجل راقد العيال لا سوى الكبير ولا الصغير ها يا شرك رايا ولا بس شمع ناي يلا ويستعجلوا ببكي ايش هذا التعليم يا اخي ما مش تعليم ولا عدوا من على المصري. هيا يا حبيبي يا محمد هيا اسامه هيا قلبي هيا روحي الله يخليك الله وهذا قوم شرك ها قوم والعبي ده راقد بح تفعل ضربتها 10 ضربات انا وضربه فوق الرجال قوم اف تحطيه قالوا ايش هو الخبر هذا ما مش عيب ما مش داود صح ان اليمنيه مرقود يمينهم انا صح انه فيه انا اعتبر انه في اليمني فيه كان فيه حاجه يمرقود وكان هنا ايش بدي نفعلها اسمه مرض اسمه الجنان اللوزي كنت اصير اعوض واقول ما باش والله ما قالت لنا حاجه عليك فكم جايتك كبر الناس ولا صدقك يجي يعوض وما بيصرف لا صدقك انا احذر اي واحد وانا كنت اصير ما بيصرف قال الناس ها انا بكم جايتك كبر الناس لا مره يجي 3 4 ايات او 5 ايات وانا وراها هكذا لا مرة ما دعينا المراية وين القفاية عندنا حاجة عليك الناس خذل من خذلك سير لا ما خرجت سير قال لي بصماطة من عينيه مضى سير جعل له وفعل له وترك له دعوة المكالف لا أحلى منها لا حد تبيخل على المكالف
انا احترمهم. كنتم مع الاستاذ احمد سيلان، تحيه الشكر واجلال للاستاذ احمد سيلان، اطال الله في عمرك يا استاذ الله احمد. يحييك يا استاذ علي. انت انت كنز ذمر والله. الله يحفظك يا استاذ كنز علي. الابداع وكنز المواهب يا استاذ علي. الله يحييك واحييك يا استاذ علي. يا استاذ علي المحنس استاذنا والله في حفظنا. الله واحيي اسمع حاجه اسمع حاتم الذهبي. حاتم الذهبي اللهم الذهب. حاتم الذهبي الله يحفظك. اشتي احبك انا لان انت دي الله يحفظك يا حاتم. كنا مع الاستاذ احمد الله سيلان، هذا الله يديك العافيه. فخر ذمر وابداع ذمر، هذا كنز ذمر المدفون. الله يحفظك. الله يستر عليك. الله يدفن من دفنك. الله يستر عليك ويدي لك العافيه والله. يا حاجه عليك وانت رزقك وجابلك في عيالك انت وحاتم ونورك ولو تعوض مكالف. حاجه عليك الماشي يا وانت رزقكم وخذ المال خذلكم. انا ما بيعجبني لك تعوض المكالف والله. تعوض المكالف الاحلى منها والله. ما الرجال ماشي والله انا اتعين واحد ماشي. هيصير حاجه عليكم الماجد ويا خذل حداكم وجعل كل وجه يستحي منكم. وهذا اخر ما اقول لكم. وكما احنا في عام ان شاء الله قادم من عام الجديد وهو عام 2019 يدخل علينا بالخير والبركه. واقول لكم والله انه يبقى خير ان شاء الله. احمد سيلان كان في الحوطه بعسله ورور رصيح لمنصيح الخرطوم الميدان.